من قفزة 15 آب ولغاية 15 شباط. التسلح والعنف في البككة. الجزء السادس. تفاصيل وآثار قفزة 15 آب. عمليات أروى وشمزنان، والتي تعرف بقفزة 15 آب، تمخضت عن البدء بمرحلة ذو نتائج هامة، ومن كبائر الكبوات لدى تحليل هذه المرحلة واحتساب هذه العملية ونتائجها عموما للبككة. فكما أن ادعاء البككة بأنها وحدها نفذت عملية 15 آب ليس بصحيح تاريخيا وسياسيا واجتماعيا، فكذلك الحال بالنسبة لمن ينتقدون البككة ويقولون بأن العملية كانت عملية استفزازية للبككة، فقد أخطأوا من الناحية التاريخية والسياسية والاجتماعية. فلم يكن من نفذ عملية 15 آب ومن تجمعوا حولهم ممن لهم علاقة بأيديولوجية البككة أو شخصية أوجلان، فالعملية لم تكن للبككة بل كانت انتفاضة للشعب الكردي ضد فاشية الاحتلال التركي. مهندسو العملية. عملية أروى وشمزنان نفذت وفق تخطيط كوادر البككة المتمركزين في لولان وبوطان، فرغم أن اسم معصوم قرقماس وحده يذكر لدى الحديث عن تلك العمليات الثلاث، إلا أن الحقيقة هي أنها تمت بمشاركة ما يقارب من 80 شخص. بعض من شاركوا في العملية أعدم على يد البككة، من هؤلاء علي عمر جان والملقب باسمه الحركي ترزي جمال قائد مجموعة محور شاتاك، والنائب السياسي العقيد معصوم قرقماس مصطفى جيمان والملقب باسم الحركي توفيق. بقي 13 شخصا حيا من بين من شاركوا في عملية 15 من آب، ونظام الدين طاش الملقب ببوتان والذي تخونه البككة الآن، وأحد من 29 شخصا ممن شاركوا في عملية أروى. عموما هناك أمور قليلة تذكر لدى سرد القصة الحقيقية لقفزة 15 من آب، فالبككة لم تسرد القصة الحقيقية لهذه العملية بتاتا، كما لم تنشر أسماء المشاركين أبدا، ليس لدواعٍ أمنية بل نتيجة سياسة أوجلان والبككة الوحدوية، وكأن معصوم قرقماس هو وحده من نفذ العملية واستشهد بعدها، فأوجلان اعتمد احتكار العملية على شخص قرقماس بتقصد، فخلق تصورا على هذا الأساس ليندرج ضمن أسس تأليه أوجلان فيما بعد، والذي سنقف عليه لاحقا. منفذو العملية ومؤازروها كانوا كردستانيين، لا البككة ولا من نفذوا العملية ولا غيرهم استطاعوا تكهن تأثيرات عملية 15 من آب، فقد ارتابت البككة أيضا تجاه ما حدث أثناء العملية وبعدها بقدر ارتياب واستغراب الدولة، فالشعب قد تحصن بالجبال عقب العملية وانتشروا كالنار في الهشيم. في الجزء الثاني من كتابتنا تحدثنا عن الحالة الاجتماعية لكردستان تركيا خلال سبعينيات القرن الماضي وآثار الحرب المسلحة لبيشمركة كردستان والبارتي، وبالأخص على مناطق بوطان وجولاميرك وميردين. كان شعب الإقليم قد حملوا السلاح، فكانت المنطقة برمتها في ظل التأثير السياسي والعسكري للبارتي قبل قفزة 15 من آب، ولولا أن البككة أظهرت نفسها بمظهر الصديق الرفيق للبارتي لما لقيت هذا الترحيب والضيافة والوجود في المنطقة. فالشعب الكردي في كافة تلك المناطق كانوا يرون أنفسهم أعضاء وأنصارا للبارتي. وأما فكرة بدء الحرب المسلحة من 15 من آب في تلك المناطق وخروجهم للجبال وانخراطهم في صفوف الجريلة فلا علاقة لها بتاتا بالأيديولوجيا الماركسية اللينينية والأفكار اليسارية. كذلك اليوم فلا ترابط بين قضية البككة وأهدافها السياسية والأيديولوجيا قطعا، فاحتضن شعب قفزة 15 من آب وأصبحوا يرونها صميم قضيتهم القومية. بعدها حدث انضمام جماهير الشعب لصفوف الجريلة من قبل أهالي منطقة بوتان وجولاميرك والعديد من القرى كأوميانس ودشت لالا وغوينا وغيرها، كما كان هناك أشخاص محكومين للدولة في تلك المناطق قبل العملية كحسن جافش وسليم غويني وغيرهم التحقوا بها. فالحقيقة هي أن من نفذوا العملية والشعب الذي تجمهر واحتشد حولهم كانوا كردستانيين، فاحتضنوا القفزة من أجل كردستان حرة مستقلة. لماذا لم تستطع البككة تنظيم الشعب؟ الملفت للانتباه هو أنه بعد عملية 15 من آب سحبت الدولة كافة قوتها العسكرية من محور بوتان وجولاميرك لمشارف المدن، بحيث نستطيع القول إنه لم تبقى أي قوة عسكرية في عموم بوتان جولاميرك،
فانتفض الشعب فجأة، فلم تقدر البككة على استغلال هذه الفرصة، فعاد الأهالي لقراهم وأخفوا أسلحتهم بانتظار أي تطورات. يقول جميل بايك في كتابه حول تاريخ البككة: هناك حسرة تاريخية للشعب الكردي، حيث توجهوا للجبال فجأة ولم نقدر على تنظيمهم وزجهم في الحرب، فاستغلت الدولة الفرصة ووظفتهم كجحوش. الخط المجزئ والرائج والمسير للبككة. الحقيقة هي أن البككة ليست حركة قومية أصلا، فالقوة المؤسسة للبككة والمسؤولة عن إدارتها أي عبد الله أوجلان وجماعة أنقرة لم يؤسسوا للنضال على أسس قومية بتاتا، فجماعة أنقرة تحمل أفكار ورؤى أنقرة. لهذا السبب لم يقدروا على احتضان عموم الكرد أبدا، ونتيجة الصراعات الاجتماعية والاقتصادية اختارت البككة طرفا بينما قدمت بقيتها أمامها، فلم تكن عشائر بوطان وجولاميك وقرى وأرياف الكرد جزءا من البككة من منظورها قطعا، بل كانت تستخدمها فقط كأعشاش لتفريخ مقاتليها. غير أنه خلال 77 ولغاية 84 رأت البككة بأن الشعب الكردي وطني أصيل، ولم يكن بالإمكان أن تحارب بالكرد من وراء مصطلحاتها الاشتراكية، فالكرد القادرون على أن يكونوا وقودا لحرب الأمة الكردية الطويلة الأمد هم وطنيون قوميون مخلصون أساسا، ثوريون أحرار كردستانيون أصالة، ليس الشعب فحسب، بل كوادر البككة أيضا كانوا وطنيين وقوميين وأحرارا مخلصين. فالحق أن هناك اختلافا كبيرا بين جماهير البككة وقادتها في عالم المشاعر والأحاسيس والانتماء والولاء والعقائد. ولن نستوعب اليوم حقيقة البككة ما لم نستوعب وندرك هذا الاختلاف والبون الشاسع. فالجماهير التي تستخدمها البككة كوقود وتستفيد من طاقاتها إنما هي جماهير كردستانية، إلا أن البككة نفسها ليست كردستانية بل معادية مناوية لكردستان. فالبككة وظفت الخط الكردستاني في أطرها لخدمتها، إلا أنها لم توظف هذا الخط الكردي الأصيل أي مناصب أو سلطات داخل التنظيم، بل كانت تراه خطا مغفلا رجعيا متخلفا ولم تثق به إطلاقا. مثال ذلك أهالي بوطان كانوا يرون أنفسهم أتباعا للأمير بدر خنبك، في حين كانت البككة ترى بدر خنبك عديم الجدوى. وأهالي جولاميك كانوا يرون الشيخ عبيد الله النهري بمنزلة سامية رفيعة، في حين وصفته البككة بالرجعي المتخلف. أما أهالي تشاوليك فكانوا مريدي الشيخ سعيد، ذلك الشيخ الذي اتهمته البككة بالعمالة والتجسس لبريطانيا، بمعنى أن البككة كانت صاحبة أجندات مغايرة مخفية. أجنداتها المرئية كانت تتجسد في كردستان المستقلة والاتحاد والوحدة الوطنية، والمبطنة منها تتمثل في شغف أوجلان بالزعامة وتقوية شوكة البككة، غير أن من انتصر أخيرا بلا جدال وزعامة أوجلان، وبهذا بنى آبو عرش سلطانه على النضال ودماء شباب الكرد التي أورقت من أجل كردستان. فمن أراد أن يفهم حقيقة البككة ينبغي عليه إدراك هذه الحقائق المتناقضة فيها لئلا يقع في وحل التقييمات الخاطئة. ينبغي أن ينظر إلى آبو والتنظيم والمقاتلين والأنصار والأعضاء والشعب بعيون مختلفة مغايرة، فمن ضحى بحياته ومن قام بتقطيع جسده لأجزاء أو أحرقوه كانوا قد ساروا على هذه الطريق من أجل الكردية وإيمانهم بقضيتهم، ليجدوا المسيرة تنحرف شيئا فشيئا. رحلة البككة لساري قاميش. بعد هجمات أروى شمزينان لم تستطع البككة الظفر بانتصار عسكري حقيقي وجدي، بل لم تقدر حتى على تنفيذ عملية بكردستان تركيا، فواصل أوجلان اتهامه قادته أمثال دوران كولكان وصلاح الدين تشاليك بالتدابير بلا انقطاع، فعجلت القيادة بإرسال العشرات من الأفراد إلى كردستان تركيا في آذار عام 85 سخطا وغضبا، فاكتسحهم البرد والصقيع وأبادهم. فسمى آبو هذه الحملة بحملة أنور باشا التركي لساري قاميش، حيث تكبدت جيوشه خسائر مدوية نتيجة البرد والصقيع، بمعنى أن البككة حقا أطلقت أولى عياراتها النارية من أجل كردستان تركيا، غير أنها تخلت عن الشعب الكردي وتركته في يد الأعداء ليواجهوا مصيرهم المحتوم دون أن تديم هذه المعركة أو تدير هذه الحرب.